سلام تخطات نايز channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لو مون كم وترو عبيت زيناتات ويون عبيتي عبيا قداس النزلوم في التسامتات كنركب في التنينة ميديانا عالمنا زيادة كوروناتو ستيل أب قداي إسرائيل أب ليبانوس تقبر زلا إسرائيل مس إيران تكون زلا إسرائيل مسكالوت أب فلسطينيين أب غزة تقبر زلا كله زي عبيك ولا حتى نار خبيز مسزلو كركب كعبوي معنات مع السبي موصل زلو أوكي أبزوان زي إسرائيل مش سراويتنا حزب الله ترى يكونس ولا مسيو إنيا تجرأت زلا كبهالك عليو مسيوين تجرأت يعني ين تهرب زلا هجر كتجدا ويجلا كتفرار هي خطفتن أمريكا تتجبر لا سراويتنا بإسرائيل تقتلا فوسخي sophisticated أسوار air defense system دما إسرائيل كتحجزها هنرينا ስለዚህ ኣሜሪካ ብኣፎም ዝዛረብዎ ዘይኮኑ ብተግባር ዝገብርዎ ጥራይ ካትሪ ዘለካ ንኢራን ግደፉ ይብልዎ ኣለዉ ገለ መለክ ክበሃል ከሎ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ተግባር ኣብ ቅድሚ ተግባርን ዘረባን ንተግባር ኢኻ ዝያዳ ክትኣምን ዘለካ እቲ ዘረባ ቀሊል ስለ ዝኾነ ነዚ ክንርክብ ፍትን ኢና እስራኤል ንኢራን ምህራም ገዲፋቶ ድያ ወይ ስለምንታይ ኣደናውግያቶ ኣላ ዝብል ኣርእስቲ ድማ ነቶም ሚድያ ረቢፅዎም ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ I don't know نت ريبورت نت زينا ناتهم ديو صبق كينو بتعميهم زهوا قولوا زلوا بتوسع خدمة جرمن تقدر زلا بزو كينات زي ني يوكرين يكون راشا ني يوكرين يكون إسرائيل هم حجازون كرينا سامودا تمسايت صنعو مسكر. Minister Olaf Scholz says 600 million euros in new military aid has been delivered to Ukraine. Scholz was meeting with Volodymyr Zelensky here in Berlin as the Ukrainian president tours European capitals to secure more money and weapons for his nation's war with Russia. كم زتريوز لهم أولاف شولز جون 600 مليون إذا كان زبزي بحق قرم كم زي لهم نخال اللمعات نمعبالة كم زي لهم كوبو سمعنا رينا نفلتن ناقن لكويناتنا يوكرين كون كله بورتفوليو ناتهم بانك ناتهم كله زي كفوتيو زي جون 600 مليون ناب يوكرين كسدد مخانو قبل علتي I don't know 10 بليون ل 3 بليون حق يزوزلو كتصالي زلنسك خمسة خلو مليوناتون بليوناتون حزيز خيد زي ناي عوتو بلان أبز زاربلو زلو كونتات ويون فيكتوري بلان أب أمريكا خيدو كم تزد الله سلطون قد معاد جنزبي بمو أسوار ونهي بمو الجد ما نبي روباي زورا له مالتيو نازور دما إذا عينت حاجزات يركبها. Scholz said the aid was also a message to Russia's Vladimir Putin that the West would not let up in its support for Kyiv. انتايم زولو زلو اتي جنزب زبو زلو دما ملختين بوتين ني يوكرين كغتفوا خمزه يكونون كل زكالم كغبرو مخانم تاي ملختين تاي غير كاي تحتكو بليونات يبكان تاي وصي تامشي خايو ني بوتين سي لومي 600 مليون سلا ذهب كايم سي كابتت مال ذهب كا 30 بليونات انتاي وصي تامشيو يوكرين كابت قدم زنبرتو انا اسد مريتا نا خسرت كاب معلتنا معاتي انا تጨበጠትና ሞተትን ትخيدالا ስለዚህ مسج نا بوتين مسج يكون زي جستا ولا حنت تقبر كم زي تخل زي ملغتي بليونات جنزب قد مجي حريرو تجي ما زما زون كحرريو قال زخونه يكون ابتكنات مفتحنا يزي ابت اولا كفيلم كزراربو من زخول تراي ناي دبلوماسي قانقا ناي سلام قانقا انت زي جمريو يوكرين كتكسب تخل مبر ب 500 مليون بكام 500 مليون بكام كمت زخل لوط كم زي له بتدغاغام رينا له. As Volodymyr Zelensky landed at the Chancellery in Berlin, there was speculation about the contents of what he's calling his victory plan. The details of that are not public, but it is clear the intention is to force Russia to agree a diplomatic end to its war in Ukraine and give Kyiv a strong negotiating position. Today I will present the plan to Olaf on how, in our view, to force Russia to end this war. That is, how to end this war, hopefully no later than in 2025, and guarantee that aggression will not be repeated. This plan is a bridge. እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኦላፍ ሾልዝ እውን ክዘራረብ ምዃኑ ነቲ ዘሎ ኣብ ኩናት ከመይ ጌርካ ክትውድኦ ትኽእል ن15 ድማ ኪኖ 15 ክኸይድ ከም ዘይብሉ ክንገብር ኣለና ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ዘይትዕወት ዘለካ እንድሕር ኮንካ ኣብ ጣውላ ንፑቲን ገዲድካ ከተምፅኦሲ እንታይ ሓይሊ ዘለካ ወይ እንታይ ስልጣን ዘለካ ወይ እንታይ ታክቲክ ክትጥቀም ትኽእል ኤሮፓ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃቡካ ኣፅዋር ይኹን ካልእ ፍሉይ ነገር እንታይ ክቡካ ይኽእሉ ጀርመን ንባዕላ ኣብ ዓብዪ ሽግር ወዲቓ ዘላ ሃገር ከመይ ጌራ ነዚ ሰብ ከተጥሕኖ ትኽእል ብናተይ መረዳእታ
نتو اولاف شولز every time كم زغبر كله جرمنايان كم زحزن فلوتيو مغنياتو زي جنزب زي أبكو طبعا جرماني فست زغونير وزيد كم مخالة قال نجار كبر مخالة أب يوكرين كيدو جن حاسين وده حاسين يخجز كقاصر يقات حاسين مالتي لذي ولا حنت لو تخمس زي كل نجاريو خمسة حلف كان تايز بحاله هذا نجار مش جمر كايو ديسر حلقة مخانوس فلت كا كتقارصة زي كيلكا ممليس كا أب تقول قاد بحلقة خمسة في خط خول لذي أب يوكرين زقات مزلو كنا تدمع كابو فلي خازر رأيكونن جنزب كوبو قالك قبري فتنو لوجن كاب تشجرتي كوسو كم زي كله جنر لنا مالتي to hold a productive peace summit that will truly put an end to the war. Zelensky thanked Scholz for the assistance Berlin has already given, and he stressed the importance that the supply of military aid from the West does not decrease. Scholz said Ukraine could rely on Germany for help. Bis zum Jahresende werden wir außerdem By the end of the year, we will also deliver a further military support package worth around 1.4 billion euros to Ukraine with the support of our partners Belgium, Denmark and Norway. This includes additional Iris-T and Skynex air defence systems, anti-aircraft tanks, Gepard tanks, howitzers, main battle tanks, armoured vehicles, combat drones, radar and... شو كم ريزلنا حجون كساب زبط رايدي كونس ورح صرت خويني زارب زلو كساب موضة تزعم الدماء مسكالوت بارتنرات كوينهم كساب حد البليونز تمن أطوار كوبو مخانومي زنقر زلو سلازين تاي مالتيو زوكينات زين خناوح سلمتاي مرجع أمريكا مرجع سلازلا كسابنا أمريكا مرجع حد يدرقت انتاي كقبر خل أوروبا كما يجرم كوينات كتس أنا حوا يقولوا نبي حكي زحزن مدرخينا نرزلنا نكوينات نغنا واحد ودي سب كندز قايو سلام نخمت صدا سب قايم بر نكوينات كتناوح كندز عري زستمم يوجن اريز وات اتيز امخا جرمن كطبعا معلتنا معلتي حماط راي زربلون زوصون زلو كم زكت كصل كلا زحزني اوكي زنا يوكرين قدايو اسك منالبات ابزي كزرارب خلو نشتك سمعت انترفيو For Zelensky to meet one-on-one with European leaders after President Biden had to postpone the Ukraine summit scheduled for this weekend. Good evening, Nicole. This trip by President Zelensky was a very important opportunity for him to discuss our victory plan in person with the key strategic partners of Ukraine in Europe. And I would like to agree with the comment that we just heard earlier, that this tour by President Zelensky and all of the meetings that he held in Europe, they send a very, very strong and clear signal to Russia, because it is clear by now, and it's almost 3 years into this aggressive war, it is clear that Russia understands that it cannot defeat Ukraine militarily. And this is why Russia is hoping that it can somehow dissuade the Western partners of Ukraine from providing military support to Ukraine, from providing financial support. And of course, meetings like these, they send a very clear signal, I will repeat, that the Western partners will not abandon Ukraine. This support will be unwavering. And this means that Ukraine's ultimate victory is inevitable. It just انتي بحال زلو يوكرينسي معرباين هجرات كتقلموا كم زي يكونوا سامودا تامسا كم زلو ولا 3 عامات قريب خلت كوينات ستيل كم زي لهم نتيجه يوكرين يحجزوهم هلاهم نراشا حدا عبي ستيتمنت يو مغنياتو تكوينات نحوار قص المخانين بوتين زمل اغتزز وهبو زلو يبلالو عند حري تاز ولا زلو السن بعلوني فلتيو تي دغف كابينا بي بصحيلو كابت زلعل درجة زنبري نابي درجة ودي يقول له يرلو كوسون مخا نيوكرين كويناز دقفو زلو بوليتيكانياتات ام نفسه كف من رجع انت يقاطمو مالو نفس قتلتها بوليتيكاي زغن يوكرين مس يوكرين مسعسع مالت ابتزمت زلو من رجع نفس قتلتي خاتفصم نيوكرين دقفو استعوت السبيله نيوكرين زدقفو بوليتيكانياتات كلاتهم بحماق تصريقهم يوم كابت بوتا زلو يزلو تاي مالتي حزب كم زي دقفو زلو تكونتات The reality is quite the opposite. كابت زبلو زلو. Reality حزبي سلام يزدلو زلو. كويناتنا يوكرين نقطع لا يكون يزدلي زلو. حزب أوروبا سلام نخمس يزدلي. حزب عالمون سلام يزدلي. لذي أب سلام كين كاك جبر زخل كونتات. تزحش مخانا نير يوكرين كم هاجر كم حنتي independent sovereign هاجر كم زي تخوني تخون زلا. زعج زلاتو أكالك زي ونمسير كم نيره. نيتو كم يجر كان يوكرين مغاقيل كا. أكال نايتي ناتهم أبراتس قبرو كم تجرمن كلام أكال يكون العالم مستسعره نازم مستسعره هتلر مستسعره مبرق جرمن ني حبر السوفيت وهبت معراب دمام مس معراب عالم ذاتوي كوم عينة موديل أب يوكرين من كون مخانيزن الجرزلو عند كم خبلو خلو دما تيوري ترى يكون أب تكبر ونريزلنا روسيا
نتحيزاتو زلا مريت بفصم كتقطفا كم زي تغل بحيل كوص أزغل حيل وهم كم زي اللي يمزفلت زلو أمريكا دما نيوكرين بفلو كتحجزوا لتغل كونتات يلا المهنياتو كونتاتنا إسرائيل أبي أبتحوا ماله لو كل دما ناب تشاينا كتوكريم زي زلو لذي بدانا يوكرين فلايت دونالد ترامب تمتيو ني راشا سلا دفوتو دا يكونس ربحا سلا جايب لهم كاب يوكرين ربحا زدلي وزلو أتي دادليهم ربحا درو وسيدهم ميم يوكرين نامريكا وصولي وي بيزاي تغور كتب له تخل عاميه بلان درو معات عدا وسيدا تهاجر ترق ميشا نتنا امريكا ربحا ما كتسالت تنكوز دلي وزنبرو تراشح حزاتو زلا مريت تمبراقاو كفال بزح صقاتات زلو بزح معدنا زلو سلو زخونه نعو حراو صيون كوز دويم زل نيرون كن اي ترخ بنسا حجنا عكنا مالسنا لهم توسخ سراح كغبرو زخول دما يمسلني مخياتو نعتاتون كساراتاتو سلو زردوم زلو اب كوصلو زي كلو شجر كاتو اي كمرصونيا that we have to all be very conscious of the fact that some things have to happen a bit faster. All right, you talk about victory and you said our victory plan. Speculation is rife about the exact content of that proposal. Do you know what's in it? Well, of course, the details of the victory plan have not been made public, and for a good reason, because we don't want any speculation. And by the way, we are seeing that Russia is pouring millions into disinformation campaign across the world, trying to spread different speculations and rumors and falsities about this victory plan. But our victory plan is very clear, and we understand that we all jointly have to force Russia to admit that for Russia, this war is unsustainable, that the only way to end this war is to achieve just peace, and these diplomatic efforts go toward that end. All right. Ukraine... سنتايم زبل زلو بحفشا تي بيس بلان زبال زلو بمستير ني تحبي زلو تايتي نو فيكتور بلان زبلو زلو ناي عوت بلان زبلو زلو تفلت تخين كان تاي زلو ابو تايت مستير ناتو زلو نزبل نعاك ملساي كعلم هنايات مستير زلو نتو مرحدة رايز نقر زلو نسبي اوروبا كنقر اي تخالن بنصارو انتاي زبل زلو راشا ابزو كينات زي كواص كم زي كونه كنا منا كلالنا مهنياتو بزح جنزب بروباغندا ميس انفورميشن انفستيجيرا سلازلا بزح سب تتعلل على يبلو من يو بروباغندا بزح جنزب زت فزلو تلكاغن يوكرين يوروبانيوم ماسي حسود زارب ويون زي كونه زارب راشاسي ابينا يكونتاتيا حماق بروباغندا كتزارب رينا ابي خزل تكونتات راشا بروباغندا ابي بوتا يزركب شانلاتنا راشا غمني زكاتلو اب كل سنسر غيرو ما يوتيوب يركبوا اب تيك توك يركبوا اب كل عتي خيام لغا زي بين غيرو من راشا بروباغندا غبر تاي تصقم حزب نقيو تتابع اوروبا زغبر زلو فليت وي راشا سلازغوسغوس تايكون تاكايدا يوريو سلازلو جرمناوسي كتابنا جرمن حماقنا خده نغوهم مشيت انت جنزبنا بيوكرين خيط كله راشا سلازغوسغوس تدي كردوزي مهاراشا حنت بومب خمان زي تكوستلو سلازي اتي اوروبا وي ونتخال عالم عشا يكونن بروباغندا ناي راشا يكونن كم زحسب زغبرو زلو تكوننت رياليتي لما نابرو تزبيزا كبير وزلو تي كونتات كل زق ايرو زلو سنكتو كيناتنا يوكرين مخاني فلطالو ناي راشا نداد سلازطفه جرمن قطباناتهم تصيغو نحوارا اتي اندسترياتهم كطف كم زغلي زنجر زلو እዚ ጀርመናውያን ሰላም ክመጽእ ደልዮም ሰላም ክመጽእ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ራሽያ ዝነበሮም ዝምድና ከም ኣብ ንቡር ክምለስ እሞ ጋስ ካብ ወሲዶም ቁጠብኦም ከትሕኑ ይደልዮም እዚ ከዓ ስስዐ ወይ ገለመለ ኣይኮነን ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ተወዳዲሮም ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ጉዳዮም ዓቕሞም ከበርክቱ ከም ካልኦት ድማ ተወዳዲሮም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ብሰንኪ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ጀርመን ድማ ዝኾነ ይኹን ረብሓውን ዘይብላ ካቡ እምበሺ ኩሉ ዓይነት ክሳራ ዝወርዳ ዘሎ ሃገር እዚ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነዚ ክድግፎ ዝኽእል እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ክድግፎ ዝብኻ ዓለምካ ሰብካ ኩሉ ግዜ ብተፈጥሮ ንረብሓ እዩ ዝነብር ገለ ኢንትረስት ስከልወካ ክኽእል ኣለዎ for zero interest for nothing እቲ ህዝቢ እዚ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ኦኬ ዩክሬናውያን ሰላም ንኽረኽቡ ግን ብኩናት ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ራሽያ ሓያል ሃገር እዩ ኒኩለራዊ ሃገር እዩ ስለዚ ንራሽያ ክስዕሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ራሽያ ክትረዳዳ ጥራይ ዘለካ ልክዕ ከም ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ክዋጋየ ዝብል ሰብ የለን ስለዚ ካብ ሪያሊቲ ወፂኻ ዝግበር ካብ ኩንነት ካ ዝግበር መንገድታት ኩሉ ውፅኢት ናቶም ኣብ መወዳእታ ዕንወትን ክሳራን እምበር ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ውፅኢት ክትረኽበሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ሆፕ ዓለምና ኤውሮፓ ነዚ ተረዲዮም ኣብ መወዳእታ እኳ ከምኦም ክበፅሑ ኣብ ጣውላ እዮም ክመፁ እምበር ብከምዚ መንገዲ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ከምዘየለ ይፈልጥዮም
and I hope everybody كم عينة مرداتها كله وصخة. Continue to await Israel's retaliation against Iran. We know that Bibi Netanyahu spoke to Joe Biden. We don't know much about the details of that conversation at this point, or even if it matters, given that Joe Biden barely exists at this point. But we did get some indications from Defense Secretary of Israel, Yoav Gallant. We can put this up on the screen of what the attack will look like. This is what he's threatening. He says Israel's coming attack on Iran will be, quote, deadly, precise, and especially surprising. They will not know what happened and how it happened. They will see the result. So, إسرائيل قبل ما تكتب كم زخانات بسفحوا ويون بستفل عليه ملك كقل تسعني هميام نابنت منيستر قدات وطعنا إيران كم زلوز اللهم زقالان تبال لازم له نحنا إنهبوا مقطعتي متقعتي وي قبل ما تسنس إيران مالت يلو بتعمي ديدلي مالت قتالن حدا جنيان مالت precise ما نتصور إلى مو فليتو زك حرم زغل كم دما especially surprising كم دما هند بتاوي كون كم زخانة they will not know what happened and how it happened. They will see the results. بخمية قاتيمو انتهى قاتيمو بخمية قاتيمو كفلتي كونون نتوجي ترى انتهى كم زوردهم ترى كفلتو نابله يزارب زلون so زمالة تاي مالتيو دبر مالسكو بخم زخونو نعود ما دلونات كم زلوهم ويعاقم خم زلوهم ويون نخو قبروا زخونة تطو قبلهم زغل حيل كم زي لزقلز قالتنا نرجعلنا ترى سبدا يكون دما منيستر مكلخال نا إسرائيل يزي زارب زلون so already كابزن زرية زلنا كقبروا مخانم كبو مخانم فلوتيو تعتو تعلامات زبلوا زنبرو نايني كل راب بوتا ويون ناي نداد بوتا زبلوا زنبرو عند تغيرم تاعن الدور ملس كابيران كمتي ويون اتي كوينات نابي كس خير خلي. So that's what we know thus far. Ryan and Emily covered, but I just want to reiterate because it's so important that we've learned some of the most deeply disturbing things you possibly could about the U.S. posture vis-a-vis both the attacks on Lebanon and the forthcoming attacks on Iran. First of all, we had reports that some of the people who are actually running Middle East policy, like Brett McGurk, effectively greenlit the Israeli invasion into Lebanon. You now have Bibi threatening, hey, we're going to turn, which they have been all along, but these are now that they're actually invaded, even more credible. Hey, we're going to turn Lebanon into Gaza, calling on Lebanese people to rise up and throw off Hezbollah to so. So انتهى تبل دلا وين تايز بحال زلهم بحبشة أمريكا نختم السليا تكوينات أو كم تبل زلا أكت تكبر زلا زخا تدقق أمريكا زلا ناينا تحققن ليبانوس كور كله كقامو ده يكون صبو كم زخانة كصبو كم سجبريم نقروا نيرم مراحنا حزب الله قاتل كله صبو كم سجبريم قالوا مثلا زي every سكم تزجبروا زلوا أي تكبروا نخمس اليوم كم زبلون برك جبر كله إيد كم زلون أبوش تكبر كم زلون تناي إسرائيل برايم مينستر بنيامين نتنياهو دما لليبانوس لك خم قزا غير كدم سساي قبل كلون قدف سبولا كم زيلن عفهم تبلون بتكبر أسوار يقبلوا وصلوا زلهم أبتو قدايتي إيد كم زلوا سكي كالوت كان تايبلو بزع بازيس كبز نسمع in addition to giving a speech calling on the Lebanese to rid themselves of Hezbollah, also gave a speech calling on the Iranian people to rid themselves of the Iranian regime. What is the goal of an Israeli strike on Iran, and what should it be? What you raised, Fareed, is the question. We don't know what the So الأمانة إسرائيل انتهيو نب إيران متقعد تقبل كتحسب كلاسي انتهيت الأماناتها سلمتايكم يبلالو هنياتو قدمي أبز حلفوان إسرائيل برايم مينستر نهزب إيرانسي منقص تغيير يدلكم زلابو كتحبابر وخم زلوهم الرجيم تشنج نخقوري يسعرو كم زلو نسود ما كابتن نسوم زحسبو بزغلت أفك قبر كم زغلت زاري بنيرو سلازي انتهيت الأمانة ناب إيران متقعد تقبر كله انتهي سلز دليو نزبل حتوكم لسخلوس كان سرانز فريد زكريا زغربات بوتي تشمينيها What you raised, Fareed, is the question. We don't know what the goal is. It could range from the modest, shall we say, to the wildly ambitious, and I would put regime change as not a strategy but a wish. At a minimum, it's to restore deterrence, because that's broken down again with Iran. The real question then is how much more than that, or what does it take? For example, will the Israelis attack, for example, military sites where they produce and store the kinds of rockets and drones that have attacked Israel? That to me has a germaneness, a relevance to it. Do they get So, هذا كابتي زارب زلو انتهي خون زخل نزبل زلو نتصور يكون إسرائيل انتهي علامة أب غزة تكبر زلا انتهي علامة كنقرأ دلني زلا of course indirect العلامانات نهزب غزة متفاهم خان وكل سفليت له كينو استغير انتهيت علاماناتهم قد نتصور يكون أبني بانو زاتو زلو انتهيت علاماناتهم end game ناتكم انتهيت بهيلهم ملسك بيقولون يم زلو نبيران زقبرو متقعتون انتهيت علامة زون نتصور يكون سلز علامون نتصور سلز يكون كل عينة تقولاتات كجبرهم تقولوا كتجمت وانت خلي خمالتي نابنت تي رجيم تشنج منقسن مغيار كحسبون يبلو من هيكلون يم يبلالو
ምናልባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ነቲ ዲተረንስ ሪስቶር ምግባር ወይ እውን ተፈራህነት ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ኣቦቱ ንምምላስ ተቐደም ኣዝያ ዘይትድፈር ሃገር እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሉ እቲ ዘይተደፋርነት እስራኤል ኢራን ፅቡቅ ጌራ ደፊራታ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ብፍጹም ክቅረብ ኣይክእልኒ ተባሂሉ ዝእመን ዝነበረ ኤርፖርታት ናታ እውን ብባሊስቲክ ሚሳይል ጌራ ሃሪማቶ ኣላ ስለዚ እስራኤል ተደፊራ ኣላ ኦልሬዲ እጂ ንከይትድፈር እንታይ ክትገብር ትኽእል ነቲ ዘይምድፋር ከም ዝቕፅል ንምግባር ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትወስድ ትኽእል እዚኻ እቲ ኣፅዋራት ተኣኪብሉ ዘሎ ቦታታት ርኢኻ ወይ እውን ነቲ ኣፅዋር ንመተኮስ ዝጥቀምሉ ዘሎ ላምቸርስ ንዑ ምእላይ ድዩ ዝኾነ ነገር ኪኑ ሓሊፉ ግን ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ድዩ ናይ ነዳዲ ፀዓት ድዩ ናይ ነዳዲ ቦታታት ክኾን ከሎ ግን ንብሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ፅልዋ ክህልዎ እዩ እቲ ቁጠባዊ ዳይሜንሽን ናቱ ካብ ወፃኢ ድማ ኢራን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ድማ ካልእ ርእሲ እዩ ስለዚ እስራኤል እንታይ ትደሊ ከም ዘላ ንጹር ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ Get more ambitious and think about economic targets, something the United States and much of the world would not welcome. The Saudis would not welcome because they could be a target. Will they try to do something on the nuclear program? Well, how much can they really accomplish on their own? What should they do? I would say they should go after military targets, these conventional sites where the Iranians produce and store weapons. I think the Israelis probably should be thinking about threading the needle. They want to restore deterrence. They want to diminish Iran's ability either directly or through its proxies to attack Israel. But Iran's still sitting on close to 3,000 ballistic missiles. Iran has lots of tools at its disposal against Israel and against the region. So I would say the Israelis want to respond, but not necessarily put in motion something where the Iranians say, okay, well, if the Israelis... So እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ብኩሉ ክትሪኦ ከለኻ እስራኤል ክትወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ዓብ ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኾነ ሃገራት ዓረብ እዚ ኩሉ ፈለስጢን ክመውቱ ከለዉ ኸዛ ክመውት ከሎ ያ ከምዚ ናይ ሰላም ተበግሶታት ክገብሩ ሓፍ ኮፍ ይብሉ ነይሮም እዮም ግን ኣይግደሱን እዮም ብዙሕ ኣይግድሶምን ነይሩ ሎሚ ግን ኣብ ኣፍንጮኦም መፅያቶም ስለ ዘላ እታ ጉዳይ ካብ መጠን ንላዕሊ እዮም ረስን ተሰሚዕዎም ዘሎ ይትበሃል ዘሎ ምክንያቱ እስራኤል ኢራን ገለ ካብቲ ቀይሕ መስመር ኢላቶ ዘላ ዝኾነት ሃገር ናይ ዓረብ ኤር ቤዝ ናታ ወይ እውን ኤር ስፔስ ናታ ኣብ መሬታ ዘለዉ ነፈርቲ ድዩ ሚሳይላት ድዩ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ዝኾነ ይኹን ዕላማ እንተገይሮም ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታቶም ክትዕንዎም ምዃና ክትገልጽ ከላ ከምኡ እውን ነቲ ኤር ስፔስ ናቶም ነፈርቲ ናይ እስራኤል ብኣየር ናቶም ሓሊፈን ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ተወሲደን እውን ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናብ ኢራን ክወርድ ዝኽእል ግብረ መልሲ ናብ ብምሉእ እቲ ዞባ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል እዚ ግን ኢራን ከም ኢላ ምፍካራ ኣብ ማይ የሰንበዶምን ኣብ ኖርማል ግዜ ሎሚ ግን ኢራን ተፈራሂት ሃገር እያ ንእስራኤል ተኣክል እምኻ ነቲ ብሉእ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ሃገር ስጊሮም ኣብ ውሽጣ ክሃርሙ እንተኽኢሎም ነቶም ሃገራት ዓረብ ንስዑድያ ድዩ ንኢማራት ድዩ ንቀጠር ድዩ ነቲ ዘለዎም ዝምክሕሉ ናይ ነዳዲ ቦታታት ንምህራም ከፀግማ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ንስዑድያ ብቐሊሉ ብሑቲ ጌራ እውን ክትሃርሙ ከም ትኽእል ድሮ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ወዲዝን ስለ ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ብጣዕሚ ሽቁረራይ ተሰሚዕዎም ዘሎ እዚ ጉዳይ እስራኤል ትገብሮ ንዓታቶም ዝያዳ ክፀልዎም እዩ እስራኤል ድማ ነቲ ኩነታት ክትምዝምዘ ስለትኽእል በዓልኩም ትፈልጡ ኢላ ወይ እውን ድሌታተይ ግበሩለይ ናተይ ግዙኣት ኩኑ ክትብሎም ትኽእል እያ ነቶም መራሕቲ ናይ ዓረብ ኣነ ከየጥቃዕ ተደልየ መዓት ቢልዮናት ነዚ ክሰይርዮ ዘለኹ ክትክዎ ፈትኑ ክትብሎም እያ ሃገራት ዓረብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕራይ ክብሉ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናተሸናኸረ እናተጠናነገ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እስራኤል ነተንያሁ ድማ ዕድመ ስልጣኑ ቤላ ገይሩ መናውሒ ጉዳይ ረኺብሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ጠጠው ከብሎ ወይ ከህድኦ እዩ ዝብል ሓሳብ የብለይ are going all out, then we're going to go all out. Do you think the Iranians would view an Israeli strike, say, on military issues as a kind of a beginning of a de-escalation, or is there a real danger that Iran feels like it has to now escalate? I think there is a real danger of a succession of tit-for-tat retaliatory strikes, partly because the risk tolerance of the Iran regime has changed. You know, when they decided in April that the cost of inaction outweigh the risks of a regional war dragging the U.S. into it. And then in April, they launched those ballistic missiles and drones. And now, you know, in October, they repeated that because they felt that April strike did not restore deterrence. Like the Israelis, I think both of these belligerents, Iran and Israel, are in the process of renegotiating the red lines. Those red lines that existed before and regulated their rivalry have been upended. And partly, again, I think the decapitation of Hezbollah leadership, which has been the linchpin of Iran's resistance axis and the primary deterrent for Iran against Israel direct. So እንታይ ትብል ዘላ እትሕቶ ዘሎ ሕጂ እስራኤል ግብረ መልሲ እንድሕሪባ ወይ እውን መጥቃዕቲ እንተፈፂማ ብኢራን ኢራን ብኸመይ እያ ከተንብቦ
قبل ما تسجد دي كتب ويس تتقع على زلا إسرائيل كتب تخلي عيلو قبلوا يقولوا أبي تطو قبل نبي جزء خيد غلنا زبل حتى إيران أبزوها نزبتي حتى زلا تبلا سقوم تدي موساد إسرائيل سي وي وانت عجزت مقبار إسرائيل هريمات كات عجزت مقبار التزجر ده واجا زخفلهم مخانة ردي وما لا يتدل in action زخانة سقوم تدي موساد أنت على إسرائيل مليسو توسع خد أجمعات كم زمان سكات رئيس جبريل حكم يوم دما هذا سبق قتلوا الكاوي ونقلنا نجري جبرو تمن تحرير إيران إسرائيل كان نجري يتكبر تطوع يتبنيها بحكي كم زي نحدا نجر جيرهم بقى حج جيرنا هنا لهم كدك أسس خلي يكون نتنيها وكم يكون بالدعم كم زي نجرام قلعة تمتل كايو بملي سحمة على مقبار نكهرب زي عرف كم غيركم صدوتنا نتنيها بوليسي كم سلزقونه إيران أبزوان زي قبل مالسن تهيبهم زحشي نعم قبل مالسكم بخلوا هدأتي في الترالو ويون إسرائيل ون ريلي داق ما قمت تكبر الله مالت كالكوليت تكبر الله ندخل كبر أسوا إيران كابجن دحرون أم كونسغل هذا تي أب حزب الله وريد زلمات كعتيون فقد أسبقت أنا تي إيران رزيستان سلزنا برسو حزب الله كرام ويكتف دليل سلزي بلهم كعتاوي قبل مالسكم بخمس غلو إسرائيل زغون أنت غيره نتي حزب الله ونم حجاز كونسل زغل برتوع زغون قبل مالسكم بخمس غلو الجيستو كبلو غلو حزب الله كم تدمسسه قال غيرهم يمزارب زلو نو حزب الله إيران مسيان خطرته زقوم حيلي كونن إيران حق زي بتصوار مقالنجل نفسه زخاله كمكد زخل organization مخانو فلات يدلي بتوسعي حماس أوش إسرائيل كله كمكد تغيلو حزب الله تبغى غير كمكد كم زخل فلوتيو لك كاكل زي خمس ذكر خلنا عبت مجمر إسرائيل يتعوت قبل التناير سلزلوا نتعدى حومس قبرته بقى كله كم زود دوتياتهم نايتهم حزب الله وغناي حماس كأسيلي دمت تقانزاناتهم عبت مريت كمت مجمرتهم إسرائيل شعيت زقاتنا إسرائيل سعرت مالتي لازم يجي درون هبت بوتات كاتو جميرة مالو تكون تقدمه كلمة كأن حزق خلي عبنا تابزي زقبر زلمة كات نسمع. The United Nations Interim Force in Lebanon is responsible for keeping the peace. These forces have been in place since 1978 along Lebanon's 120-kilometer southern border with Israel, often working with the Lebanese army. شو كم زراهم زيوم كاب شحنت شعتميتن سبعة شعتني يوم أبو زلوا نتدوب دوباو كفالنا ليبانوس نمو حزل لويهم مستمن قسنا ليبانوس كوينهم دماغ صار حلوهم زباليهم لذي أبو نويح عمتاز جبريهم إسرائيل جن نيجيركا مني خاي قد سومنيو نيوين دي خا ولا قله بوتات فيات ولهم زلا. Now they have become a direct target in the conflict between Israel and Hezbollah, and they're once again being warned by Israel to move out of the way. For the fourth day in a row, UNIFIL has come under attack. This time, Israeli tanks forcibly entered its base in Ramiyah. At least 15 peacekeepers have been injured in Sunday's attack, bringing the total to. شو مبراب أي جزء بسراويتنا إسرائيل IDF تدمت قاعد وريدهم كم زلون أبت كانشلنا أتوم دم تانكتاتنا إسرائيل كم زعتوا يزن جرزلو سلزي العل دفرت ويونجسد نايتي علم لخاوي حقي imagine أبي إرترا عقاب سلام سراويت كله سراويتنا إرتراتيو نبروتو كفر سلو خلون قال ملن زي كالم عينة سقومتي كفتر زخل نيرو إسرائيل كتقبر خلاقن كم زي راقايو شفافيل كاخد حلفو أي بحكي زعزن قل حيلن تلقا دما كمنا إسرائيل حيلن تلقا UN تاي قواري مو تاي قبر UN قد مخالنا يروقن أب UN نخي قدون دبلوماسيا وحيل اللو أمريكا زبهال فيتا باور زلو زلو UN كقبر زخل حيلي يلن exact لبسن كزي دما UN تقمناتو كاب تقمو وسعين نخونا زمت زلو أمريكا rules based world كنا كمين عند الليات ولا rules based world كن قدامي تفرسو زلان تعنو زلان بعلاء معناته لعلنا حقنا إسرائيل ترقاق سلزلا نحق كم زي تسمع إسرائيل تخون سلزلا أمريكا نتبع حقينا خنا محاضر نفتنا علم زبلوه بعلهم قدامه زفرسوه سلزخونو اتزربوهم من مليس وحسوت مخانون ناي نمتلال زتقوموا لتاكتيك مخانون لنفسه كفسبنا برهالي خير اللمبر إسرائيل أتليس إن تحقن زغطلوا نيرم أمريكا إحنا كم زغيرنا كلوا مخان نيرم جن أب يوكرين يخون أب إسرائيل أغلال لنتي زبلوه أكايدا سلزغط فوزلو تكال عالم بفلايتهم حيالات على مادما أمريكا تغطلوا من قدي كساب زدلوا ميم زتقوم لزلون بر بوك قصلوا كم زي دليو شوهات كم زي بلوم أمريكا سيستم قصلوا نصورنا خوني متسالو الجن إسرائيل أب كم ذكرت زلا كم زروي زخون حقتها تتعزلا 20 since Thursday.
In a statement, the UN mission said, "We reminded the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property. Breaching and entering a UN position is a further flagrant violation of international law, and any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law." شوف إذا زجبر زلو أبا خلا زي رسعكوا إذا زجبر زلو إسرائيل سرايتنا إسرائيل ويكا IDF زجبرو زلو ده حزب الله عطوق جل أنت زجبرو نيرو علمنا بخنديك أو جام بلت مثلكم أمريكا ليتم عالتن بزي ميدياتاتا ويم بلت نيرا بديهم لهم سلازي نساتهم كو جبرو خلو قداميت ميديا ريبورت خبرة يمرد سنيو أنت غير ودما نا سقف كفنا بلوم يمزاربو علم دما سمع كم دي سمعت يا خط أمم تفتنا بتوانتي إسرائيل أوروبا أمريكا ناي بحكي نقولي ممكن بالنخل لمتاي نتا صبغ ناي مورال حلف تخينهم من عالم أكتر قبر زفتن الزنبرو of course أب وشاتا جزاها معات رئيساتات حبي كاي بلو بإنجليش معاد جبنات فتيم كا بتاريخ سي نعور السي كالومي كم زحد ناي مورالو سباق خينكا ناي مورال حلف خينكا نخلوت كسما كرم فتاني بعين جبنات حماق مقبار كل أوروبا حماق زجبرين لنا بعلم الذي نمانم كمهرو أي ما يتقددون ويون زسمع ما يهلون جن حيل سلزلهم ويون والطباس سلزنبرهم كم زنا مورال سبق طينا من خالوت هجرات كجرون كقطعون الرنيرنا إسرائيل قلومي نتازنا برطم نشتى شمن زنانون يدم سلام الله معناته إسرائيل زخون نجار كجبر سلزي كل زلوا نبكالوت هجرات ملحسهم كورور خلوا انتهي ده سمع hypocrites ويكام مسلوينات نتهم كالوت حنتو جبر يقولون يوم نتهم مساكين جن كدندنو خمس خلو زغا مسجزية كان نجار كفتر زغل مغاني يرداكا. They have requested an explanation from the IDF from these shocking violations. إذا حدايو هجي أمريكا كم زكونتات قال نجار لو تاخد جبري خط بيها ويون إسرائيل زخونة تاخد جبر نو أمريكا تجبر زي اللي يخبى. In a crucial tool of resistance. During the apartheid era in the 1980s, they were used effectively to hit the South African economy, helping to force change. Now, that same strategy is being deployed. كيناتنا يا فلسطين مجمرين يا غازة كينات مجمرة حزبي أبغى تاتنا وتسلم وصل فجأة برجميرو رينا يا نازي سلام وصل فجن ولا حنت لو تخمس أي كلمة فلاي بوليتيكا العرب وعالم كومبليت مس إسرائيل سلزغني لفلسطين سي أب سلام وصل فجر كان زغنا لو تختم على ما يتخليها انتهي داي لو تخمس زغل أبز سمعوات تزبلت لو تخمس زغل نازي كل سبكر دون كسعودن زلويم. Again, in response to Israel's war in Gaza. Over the past year, protesters across the world have been using their power as consumers to put pressure on multinational businesses with ties to Israel. This is a duty for all of us as an Arab nation, as Muslims, and as any human being who calls for freedom. We must boycott these companies who support the Zionist entity in a big way. The campaign, known as boycott, divestment, sanctions, is a Palestinian-led movement that put pressure on Israel to adhere to international law. BDS calls for strategic boycotts, focusing on specific brands, and it's quickly gained traction. It's not just limited to with this complicity, whilst innocent civilians continue to die. انت يوم كقبر زفتن زلو تزبي صغير كاب سلام وصل فترة وثيقة بقدنات هاد بمخات كم تزغل لو تصبيبيو بنتعرو نتهم نتنا يمكناتنا إسرائيل زدقفوا زلو كوربوريشنز كم يجير كم زسمعون نتدمسنا هزبي كم زردون كتقبروا تخل ويكريتنا هزبي كم زردون كم كتقبروا تخل أبزي حاجة سمعوهم كم يجيرهم بيلا جيرهم كم زهرموهم بستفل عليه كوربوريشنز أبتي ربحاناتهم كهرموهم جميعهم على The multinational brands have seen a sharp decline in market share, particularly in the Middle East. McDonald's became a prime target of the protesters after its Israeli franchise. أيوة نتقداينا فلسطين سمو عمزلو هزبي نتن كامبانيتات بغطا من سرايتنا إسرائيل ركب زنبرم ويونتي كينات تبابو عبد مجمريا بيلا جيروم ينبعوا مالو ماكدونالد 11% ديكلاين جيرو لوت سيلز ناتهم فلا ما كلاي مبرا سبت غلالا أبو بوتاتات ناتهم خيط كم زي كل جيروم مالو offered free meals to Israeli forces. That's led to an 11% fall in the fast food chain's second quarter net profits. Yum Brands, known for its investments in Israeli startups. كمان بعتا كوبيل ديو بيسا هات ديو KFC 10% زياتهم كا ربط مقصبناتهم ربحاناتهم سلازي درو تكوينات ما عمد جيرلو أبحث إرجزي ورحي سومن قال متتصممون يرم
عمت سلازي خيزل بحجون قتل سلازل هذا سبب مع عمت أبزيان بوتاتات كيبل أتقيدو كرسو عمي كمان ترديون هذا نساتهم نيتعنامك بيكونون والفصل زي حزاكا خابزيان بوتاتات زياتهم تقيد سلازي عمت ملو هذا سبب تدي بليو كرسو عمي نحوارو كاب حنقول كوتس عمي تم كامباينات دما كمي يجيرو بنابتز بكم زبلسو عقلهم سيبوا مالو posted a 12% fall in second quarter earnings. Last month, Starbucks replaced its CEO after a 7% fall in quarterly earnings. The coffee chain has been faced boycotts after suing its union for posting a solidarity message for Palestine. Coca-Cola and Pepsi have been hit particularly hard, losing ground to local competitors in countries like Turkey, Pakistan, and Egypt. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩላቶም ስታርባክስ ኣብቲ ዋንቲ ምስ ሰራዊት ናይ እስራኤል ጠጠው ስለ ዝበለ ስሒንዋ ኣሎ ኮካኮላ ፔፕሲ ክልቲኦም ብዙሕ ክሳራታት የጋጥሞም ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣክንዲ ሱቕ ኢልካ ዓንገረር ትብል ከምዚ ኮይኑ እዚ እቶም ካምፓኒታት ነቲ ንስኻ ትፀልኦ ዘለካ ዝድግፉ በይኮት ክትገብሮም ኣለካ ክትገድፎም ክትክእል ኣለካ ጠቕላላ ካብኦም ክትክእል ኣለካ ክስምዖም ኣብ ጅቦኦም ከም ዝስምዖም ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ናይ ፈለስጢን ነቲ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ዝድግፉ ሰባት ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ብምውሳዶም ነተን ኮርፖሬሽንስ ኣብ ከምዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኢዶም ክሕውሱ ከም ዘይክእሉ ገይሮም ቤላ ገይሮም ሃሪሞም ኣለዉ ካብኩም ኣርእስቲ ከይውፃና ናብ ኤሮፓ ስከ ኢራን ብኸመይ ተዳልያ ትህሉ ትኸውን ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ኢልዋ ነይሩ እስከብዚኣ And will the United States join him? Because Iran is going to be confronted by the most sophisticated Russian air defense system, is it not? Well, it's a very sophisticated system, and they have hastily assembled it. When I say hasty, this is something that has not been thoroughly tested on the ground in Iran. There are Iranians working with the Russians. So we'll see how it works in terms of defending Iran. I suspect it'll turn in a reasonably good performance. But there's a lot more going on in Iran besides air and missile defense. There's been the arrival of large numbers of very lethal weaponry from Russia. So እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ኢራን ብፍሉይ ኣፅዋራት ናይ እስራኤል ትድገፍ ከም ዘላ ኢራን ብፍሉይ ኣፅዋራት ናይ ራሽያ ትድገፍ ከም ዘላ ብፍላይ ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ቲኤስ 400 ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ከዓ ፀረ ሚሳይላትን ፀረ ነፈርትን ሂባታ ከም ዘላ ግን ኣብ ግዜ ሸበትበት ስለ ዘሎ ኣብ ግዜ ኩናትን ዕግርግርን ስለ ዘሎ ኤግዛክትሊ ፅቡቅ ገይሮም ቴስት ገይሮም ቦታታቱ ኣትሒዞም ወደ ማይ ተሕዝወን ኣይፈልጥን እየ ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልእ ካብቲ ናቶም ፍልይ ዝበለ ብርቱዕ ዝኾነ ሚሳይላት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ራሽያ ንኢራን ትህባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ክኸውን ዝኽእል እዚ ኸ ራሽያ እውን ስለ ደዋፅኣ እያ ከም ትገብር ዘላ ራሽያ እስራኤል ትበሃል ብኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ምስ እስራኤል እውን ኣትያ ስለ ዘላ እታ ራሽያ ንኢራን ትህቦ ዘላ ነቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ንክቕየር እዩ ዝሕግዞም ዘሎ ስለዚ ኢራን እስራኤል ፑቲን እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ገለ ፖይንት ነዚ ትብልዎ ዘለኹም ፈኸራታት ንዩክሬን ከም ድሌትኩም ኣፅዋራት ተሂብኩሞ ብኸመይ ከም ዘቐንዝወኩም ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጥ ኣነ ኢሉ እቶም ንዓኹም ክቐንዝውኑ ዝኽእሉ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፅዋር ክዕጥቖም እያ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብኦም ኢራን እዩ ከምኡ እውን እዚ ሑቲ ዶ ሕዝብላ እውን ካልእ ሶፊስቲኬት ኣፅዋር ክዓጥቁ ከም ዝኽእሉ ስለምንታይ ነቲ ራሽያ ክገብሮ ዘይትደሊ ንሳቶም ክገብሩላ ስለ ዝኽእሉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም እንድሕር ንስኻትኩም ኢድኩም ኣብ ዩክሬን ትገብርዎ ዘለኹም ረብሓ ናትኩም ብኸመይ ክኸስር ከም ዝኽእል ኣነ ተኪሰ ዘይኮንኩስ ካልኦት ንዓኻትኩም ክዕንውኑ ዝኽእሉ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፅዋር ሓያል ዝኾነ ኣፅዋር ክዕጥቆም እየ ብምባል ዓብ ስግኣት ክትፈጥር ከም ትኽእል ራሽያ ምናልባት ከም ናቱ መረዳእታ ወይ መቐፀልታ ድማ እስራኤል ምስ ኢራን ኣብ ትፋጠጠሉ ዘላ እስራኤል ትበሃል ሃገር ክትዳኸመሉ ትኽእል መንገዲ ኣሜሪካ ስለ ትዳኸም ዘላ ንኢራን ዘድሊ ደገፋትን ሓገዝን ክህብዋ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ዋላ ቻይና እውን ብወቅዕ ክገብርዎ ስለ ዘይደልዩ እምበር ቻይና እውን ኢራን ሓያል ኮይና ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ክትብድሆም ድሌቶምን ባህጎምን እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣስተውዒልካ ተሪእኻዮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣንጻሩ ዝኸዱ ዘለዉ ውሕዳት ኣይኮኑ ኣብ ዝዋን እዚ እዚ ድማ እዩ ነቲ ናይ ዓለምና ናብቲ ማልቲፖላሪቲ ትኸይዳላ ዘብል Russia itself, including large numbers of hypersonic missiles of various ranges, both medium-range ballistic missiles and short-range ballistic missiles. There aren't any theater ballistic missiles in Iran, at least as far as we can tell, and they don't need those to reach Israel. A medium-range ballistic missile is more than enough to travel the 1,100-plus miles to reach Israel. Are these the ones that cannot be intercepted, hypersonic? I'm sorry, can you say again? Sure. Are these the projectiles that cannot be intercepted, hypersonic? Yeah, absolutely. These are coming in at anywhere from 4,500 to 6,000 miles per hour. We don't have the capacity to stop them. This is the problem with the air defense issue. ICBMs have always been hypersonic.
which means that defending yourself against an intercontinental ballistic missile and the multiple warheads it delivers is virtually impossible. The Russians have always said that. They can't shoot them down, neither can we, and that's why we had an ABM treaty. So, time تتوهبهم زلوا أسوار هايبرسونيك بزح عينات كاتيجوري زلوا أسوار يبقى مالو مهنياتو حدا تريحكاتك أمونغو إيران أمونغو إسرائيل زلوا ولو كانوا وحتقونه بناي راشا كالكوليشنز راشا أسوارات ناتا كاب راشا تبقيسن أمريكا كهرم كم زلوا يو لذي ناي روحوق مثال زلوا كم عيناتو ناي اليوم نيش تبالي زد اليوم إيران كبخلو لذي عبيتي أسوارات بفلا إذا هايبرسونيك زبال أزيكل طف مثالات مالتيو زخون يكون إير ديفانس سيستم intercept تقبروا ويون كربون كلا خلونا يكلني سلام تأدلها هبا كانيل. That's why the أمريكا مس راشا كلام نايت ICBMs بالويك intercontinental ballistic missiles ويون missileات نساتهم كل يوم نحط حدهم كلا خلو سلو زي كله سممع جيرم يرم ناي ICBMs بهال سممع نيرو انتاي بزق بوق انتو جميرهم كل يوم حدا نتحدى اير ديفنس ناتكو كلا خلو سلو زي كل زي على حدا قا قوم سلو زي خلتو كوينات أكم زي مدرك كبتصح كله دما علمنا درجنا مودتا درجنا ريسك بس يحل مالتي. So زي مسألتي أب أمونغو إيران قلن زلوا عجي قربت اللي ندحريت ملسيلنا انتهي كل دليل لهم أبزي حزب الله تكبروا زلوا مس إسرائيل سكان رأي. No أبزي على حنتا قد داسيت كريكم دليل. Reportedly required to build a nuclear weapon. Now, if we join the dots, the airspace shutdown, the earthquake, Iran's nuclear ambitions, the possibility that Iran might have tested a nuclear device underground, perhaps may not seem far-fetched. But again, why now? Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has reportedly long maintained a fatwa declaring nuclear weapons illegal. But amid tensions in West Asia, could Iran be reconsidering this stance? Remember, during his speech last week, Khamenei said Israel will not last long. So could Iran have secretly altered the defense? بحفشة عبي مزارب عرستي وقين زلوا قدينا إيران إسرائيل and for good reason معناته تفتير زلوا مواترنا كل يوم ويوتر منو كل يوم تفتير زلوا النتيجة باترا دي كنا نعلم درجة ونبزلا على درجة حدقة بغض أبا يكون بسطها يكون كمون أنا من كلار غير زغل كناتون سلو زغنة نهلاوي نقص على نتنادك سباتون عبي سلوا كل وزغل كناتاتيو زي بعكي سلو زدليلو واني نازلنا معناته نتنياهو زبهال أفتزو بافتير وزلو حدقا بزخوني يكون كالات كقلت أي تخلنيها كاب زخوني يكون حماق دماك عك أبزخ السب كم زي كونا دمارك زنيا أب عالم نيكولار كتكستخينو من البعض أب عالم كتكستخينو نتنياهو أفتو بتتاتتي كله كم زخل ويون حدا كابتوم نتحماق نقر نخجبر دحر قبل زي كل زبلة سبتلو نسيو نيكولاراوات وارتو كيش سب كتف زغل دحر قبل زي كل مراحن تلو قدامي أنا زين إسرائيل برايم مينستر يخول زغل كاب زخوني يكون مرحب عالم زلو قدامي كجبر زغل دحر قبل زي كل سب نص مقان مهنياتو درو تشكانا ناتو كمي كم زمسن بتدقاقامي أبستفل عليه مدرخات أري الناس لزلو فزغيني بتي نزح حبريتاني بكم لنا نشاطكم دماناتكم كالكوليشن وسيتكم ناتكم مدام تكبروا and I hope يا حبريتا كمي كم زمسل علمنا بكم خير كم زلا أنا خدت السبولك حق الزغل زبلك وحبريتا زبكم زلوا نايلو مع رستي أبز كلية كم وترو لايك مكبار سبورت مكبار نزيد channel بدقاف أبالات نزيد channel مهان كومنت مقداف أقدر سنة لو نابلكم أنتي لبوا كم وترو زقبل لكم لبوا قتل أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كال كورنانا عالم يتفشون بانكرابت يخونون علو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أبستفل عليه بانكتات كان السجاجرو يمهتناكم كالاي جنزبكا بانك ولا بزح جبرة دامبر أو كف مبال تقمية بلون سلازي أبستفل عليه asset classes أب بركتات أب كريبتو أب كالود عينات كم بعد وركون إنفست هم جبرو كن كلا لنا diversification سلزد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغير خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كن فلتو كن بقاس علينا بزح عدلات دما خفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الزغل كورسات علينا بليز تتغاملوا وتسيد كم سالكم دمايو thank you very much